هل كنتوا عارفين ان محلات بلبن، كرم الشام، كنافه وبسبوسه، وهمي وعم شلتت صاحبهم راجل واحد بس؟ الدكتور مؤمن عادل، راجل مصري 100% هو وكل اسرته، 40 السن، خريج طب بيطري جامعه اسكندريه. قدر في 4 سنين انه يحقق اللي ناس كتير بتعتبره مستحيل. فتح 160 فرع لبلبن في مصر والسعوديه والامارات وغيرها من الدول العربيه. والكرم الشام اكتر من 30 فرع، وكنافه وبسبوسه اكتر من 10 فروع في مصر. مؤخرا جدا افتتحوا اول فرع لبلبن في الكويت، واللي تعتبر الدوله العربيه العشره اللي المشروع المصري ده يوصل لها. بلبن كيان نشأ من قلب البلد بايدين وخامات مصريه، ووصل للدول العربيه كلها، وخلى اسم مصر حاضر بقوه في قطاع الاغذيه. وبرغم كل النجاح ده، الشركه دلوقتي بتواجه ازمه كبيره جدا. الهيئه القوميه لسلامه الغذاء اعلنت مؤخرا انها بعد ما فحصت سلاسل بلبن وباقي المحلات التابعه، لقوا بكتيريا ممرضه في عدد من المنتجات، ودي تعتبر من الاسباب الاساسيه لحالات التسمم الغذائي. وده كان سبب رئيسي باتخاذ قرار اغلاق 110 فرع داخل مصر. والنتيجه تسريح 25,000 عامل مصري، وتهديد مباشر لالاف الاسر والموردين ومصانع وسلاسل امداد معتمده بالكامل على التشغيل جوه مصر. وفي وسط كل الكلام ده، طلع الدكتور مؤمن عادل الرئيس التنفيذي لبلبن في مكالمه هاتفيه مع الاعلامي عمرو اديب، واتكلم عن الازمه اللي بيمروا بيها بعد ما اتقفل كل الفروع والمصانع في مصر فجاه. لكن اللي لفت انتباه الناس كلها كان سؤال عمرو اديب، وهو: قول لي بس يعني انصحني كده، الرز بلبن بيعمل كل الفلوس دي؟ لا مش الرز بلبن، الهوبا دي مامبو. بلبن وجهت نداء محترم ومؤثر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وكل الجهات المعنية، بتطلب فيه التحقيق والعدل وفرصة لتصحيح أي ملاحظات تحت إشراف الدولة. واللي حصل بعد كده كان مصدر فخر وامتنان. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب بسرعة، ودعا لاجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمتابعة الموقف وضمان تطبيق معايير السلامة بشكل منظم. وده بيوضح فعلا إن الدولة بتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين دعم المشاريع الوطنية اللي بتشغل شباب وبتصدر اسم مصر بفخر. شركة بلبن عبرت عن شكرها العميق للرئيس ولكل الجهات اللي تواصلت معاه، واكدت التزامها الكامل بالقانون واستعدادها الدائم لتصحيح اي خطأ، وحرصها على تقديم منتج يليق بالمستهلك المصري. وفي النهايه الشركه قالت بكل ثقه انها هتخرج من الازمه دي اقوى واكثر التزاما برسالتها تجاه وطنها. اللي حصل مع بلبن في الفتره الاخيره كشف قد ايه اي مشروع مهما كان ناجح ممكن يواجه ازمه تقلب كل الموازين. والسؤال اللي بيطرح نفسه: هل غلط واحد قادر يهد كيان من النجاح؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتس.